السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. كاين بعض الإخوة كيقول لك أودي ما عمرك قلت لينا على حساب هاد الفصة واش فيها شي نتيجة ولا لا، يعني واش كتخلي شي ربح ولا غير هواية وسميتو على حساب يعني على حساب الكسيبة فقط. اش غادي نقول؟ راه أكترية ديال الإخوة بزاف هضروا على هاد الشيء هذا، أكترية كاين ناس بزاف هضروا على هاد سميتو، غير كاين اللي كيجيبها هي هذيك، وكاين اللي كاين اللي كيزيد شي شويه، وكاين اللي الله يهدي ما خلق وصافي. المهم بالنسبه للفصا اش غنقول لك، الحمد لله اللهم لك الحمد، الله يجعل البركه، الله يجعل البركه. انا بعدا كتبان لي احسن من داكشي ديال، وهادشي اللي كنقول للناس كلشي كتبان لي احسن من هذاكشي ديال الخضروات. بالنسبه لهادشي العالم ديال الخضروات، راه الفلاحه راه عارفين هادشي. الا بغيتي خصك تدخل نيت، خاصك تفرش بزاف باش تبيع، ما غير تجي زعما وتفلحها وتدخل وتقضي غرض صعيب شي شويه. كتلقى بزاف ديال المشاكل، منهم غير اليد العامله، منهم الادويه، منهم هاد الفيروسات اللي ولاو كاينين دابا جداد، منهم تصدير البيع، كتصدق واحد في البيع. كاين بعض الخطات كدير واحد الغله حتى كيكون فيك الحماس، كتسلف وتكلف وتضرب تماره حتى كتوجدها. ملي كتوجدها كتحس بحال الا كبيتي عليك شي ما بارد من فوق رجليك حتى رجليك تحت، كتبرد صافي. من الناحيه ديال ملي كتدخل السوق كتلقى ماشي ما كاين اللي شيء، كلشي كيبغيها غير راسو، فهمتي؟ وانت كيخليك اللي كتجي تحسب تلقى ما كاين شيء. والمشكل ديالها عاوتاني الغله، انت كتضرب تماره على واحد الغله. مثلا كاينه الغله اللي كتشد المده بزاف كدير لك 4 شهور. دابا كتضرب في الغله هاد التماره في الغله ديال 4 شهور، يلاه السلامات، تخلص الدواء وخلص الخدامه والكريديت ديال الامازير وسميتو راك عارف حتى الاخر. ملي كتشد داكشي شويه كتبقى تعطي لهذا وتعطي لهذا وتعطي لهذا وتعطي لهذا، كتخرج ثاني الله الله اش كيبقى لك ديك الرقيه كامله، كتبان لك كلشي يابس. خاصك عاوتاني تبدا من جديد وتسنى ثاني واحد 4 شهور، راك عاوتاني حرات وجيب الزريعه ودبر على الخدامه، حط الغبار وزيد على نفس. كتبقى ديما في هذا الشيء. هذا هو العالم ديال الخضروات. ما عدا الناس اللي كتبيع السلعه قبل ما دوك الناس اللي كيبيعوا السلعه قبل ما يزرعوا، هذيك متفق معاك مزيانه. يعني اللي الناس كيديروا بحال اتفاقيه مع شي شركه ولا شركات بحال هكا، كتبيع انت، كتكون انت بايع قبل ما تزرع. هذه مزيان بالنسبه للغله. ما باش تزرع غير على حساب السوق. ضربنا تماره في داك الشيء بزاف وشفناه، ما كيخرج والو. ما الفلوس عندك ولكن ما عندكش، انت كدور الفلوس صحيحه، كدوز فلوس صحيحه من يديك، ولكن ما عندك والو. يا رجعت انا لهذا الشيء ديال الفصه بعدا على الاقل ما فيهاش ديك المشكله ديال تخلي لك 4 شهور تخلي لك الرقيه. هاد الحشه هذه ما بعتهاش ما تباعتلكش ولا ما خرجاتش لك، ما كيهمكش. كتكون فرحان داخليا، ما كيهمكش. غادي تحصدها وتخرج داك الشيء تعرمو برا وتسقي عاوتاني، ها هي معاك ثاني حصده الاخرى. يعني الا جيتي في واحد البيعه ولا جوج بيعات مزيانين في العام، بارك عليك. هي كما كنقولوا بالنسبه للقطار، الا تهليتي فيه، الا عطيتيه الغبار ديالو الخدمه ديالو على حقه وطريقه، راه يمشي معاك حتى 300 بلا كذوب بلا حتى شي حاجه. يمشي معاك حتى 300 260 280 290 300. هذا الا عطيتيه من الزريعه المليحه ومن اغبار من كل شيء. درتي غير ديك الخدمه عشوائيه، درتي واحد القدر ديال سميتو، راه غادي تعطيك 160 الا كثر معاك 190. هذا الشيء اللي كاين. بان كيتصلوا بزاف الاخوه بزاف كيقول لك اودي حنا كيعطينا 90 في الحشه، وانت كتقول لنا واحد القدر ما كنشوفوهش. ملي كنجي ندخل معاهم في سميتو في الكلام كيفاش بدا وكيفاش دار، كنلقى راسو بزاف هو اللي دار المشكل. ماشي المشكل من الفصه ما عندها مشكل. المشكل كيبقى لك انت خدمتي مزيان وقضيت وجبتي الزريعه المليحه، يعني بديتي الخدمه كما سميتو الخدمه مخيره، عرف بانك غادي تمشي مزيان. بديتي غير كتقول غير هذه بحال ديك الهضره اللي كيقولوا بزاف ديال الاخوه، كيقول لك ديال الفصه يعطيها الماء، عطيها غير الماء وهي معاك. لا خويا، لا، خص الفصه خصك تحطها. دابا ما بقاش الفصه كتحسها تعطيها القنينات وبهيمات ودجيجات، فهمت؟ الفصه دابا ولات مشروع، يعني خاصك تحط النهار الاول تخدمها مليح باش تبقى معاك مليح، بان هي راه واحد 5 سنين ولا 6 سنين كتمشي معاك. انت ديرها غير في راسك، يعني 5 سنين. انت الا ما فرشتي ليها راه ما غاديش تمشي معاك ديك 5 سنين مليحه. غتمشي معاك العام الاول، العام الثاني غتبدا تنقص، غادي تموت وغادي هذا، لانك ما خدمتيهاش. وما الا خدمتيها مليحه من النهار الاول، راه كتعطيك اصاحبي، راه كتعطيك المليح، كتعطيك 5 سنين 6 سنين من داك الشيء.
انت كتدخل مع 6 سنين عاد بدا ثاني كترجع، راه تمشي معاك حتى 8 سنين، ولكن انا ما ننصحكش تخليها حتى 8 سنين ولا 9 سنين، هي راه تمشي معاك حتى 8 سنين ولا 9 سنين. ولكن انا ما كنصحش الانسان 5 سنين، الله يجعل البركه، لان ملي كتلحق ديك 5 سنين كتبدا كترجع للور. يعني مثلا كتعطيك 250 غتولي تعطيك 220 30 200 990 وغاديه مارشا ريان، فهمت؟ من الاحسن كتضرب ديك 5 سنين ديالك الا خدمتيها مليح، كتضرب ديك 5 سنين ديالك حرت وعاود الغله ديالك وها انت بخير وعلى خير. لا بالنسبه للفصه مزيانه كما قلت لك، غير الا خدمتيها مزيان راه مزيانه. خدمتيها عشوائيه ولا شي حاجه راه معيشاك وصافي. خدمتيها مليح راك معيشاك وموفر. هي باش زوينه ثاني، حتى الا ما كما قلت قبيل، حتى الا ما بعتي كتستف، حتى الا ما بعتي كتستوكي السلعه ديالك. السلعه ديالك ملي كتستوكيها راه بحال كتستوكي الفلوس، ماشي شي حاجه اللي هربها من العافيه فقط. الله يحفظنا ويحفظكم. العافيه هي اللي خايبه فيها، من بعد من غير الماء هذا العافيه والشتاء. هذا الشتاء، الا كانت الشتاء ولا الا كانت العافيه، هادو هما اللي خايبين فيها. من غير هادو راه غتبقى معاك تما السنين، وما نظنش، ما يمكنش، ما نظنش، ما عمر عقلت على شي واحد خباها عامين ولا 3 سنين ابدا. الفصه كتمشي، الفصه كتباع. الفصه الا بعتيها غير ب 700 ولا 800 خارجه لك 600 ريال خارجه لك. كاين اللي غير ما غاش يتفق معايا، انا نقول لكم 600 خارجه لك، وحراك 700 800 900. كاين بعض الخطرات اللي كيبيعوا الناس هذا ب 90 درهم. انا ما عمرني بعتها ب 90 درهم، نكذبوا عليك والله ما عمرني بعتها ب 90 درهم. الا كثرت كنبيعها ب 65 درهم. الا غلات 65 درهم باش كنبيع في السوق. هادشي اللي كاين. وكاين الناس كتبيع ب 90 درهم 80 درهم 75 درهم على حسب السوق. وهي كما قلت لكم راه غير 600 ريال، راه 630 هذا 30 درهم راه خارجه مليحه. 30 درهم راه خارجه مخير. انك كتحيد واحد، علاش كتخسر عليها؟ دابا ولات كاينه الطاقه الحمد لله، وكاين فهمتي، كاينه الطاقه، وكاين حيدنا داك المازوت وحيدنا داك الشيء، كاينه الطاقه ما كتخسر عليها والو. الا عندك الماتيريال ديالك راه ما غتخسر كاع حتى حاجه. هذاك التيو راه غادي تخسر فيه، التيو والحصاد والجميع وسميتو، راه غادي دير لها 10 درهم البالا، 10 درهم البالا، ولا 250 ريال، هذه ديال الصير. ما باقي راه كيبقى لك كلشي فضل. وهذا والسلام، والله يوفق الجميع ان شاء الله رب العالمين.